جايبالكم النهاردة الخلاصة اللي هتحول حياتكم لجنة، وأي ابتلاء انتوا فيه هينتهي. ودلوقتي احنا في رمضان، أعظم شهر في السنة بيغفر الله به كل الذنوب. لازم يكون ليكي ورد يومي من الاستغفار لا يترك. حاولي حتى لو المسؤوليات زايدة عليكي في رمضان، فلازم نحاول على قدر المستطاع، وما ننساش ان الاستغفار مضاعف في رمضان، الثواب مضاعف. طب أعمل إيه علشان أقطف ثمار الاستغفار في رمضان؟ والطريقة الصحيحة للاستغفار، إذا طبقت هذه الطريقة سيحقق الله كل ما تتمنى بإذن الله. استغفر الله وأنت تستشعر الاستغفار، وأنت تتذكر الذنوب، واليقين أن الله عز وجل سيقبل استغفارك ويحقق لك كل ما تتمنى. وأهم شيء إنك أنت تترك الدنيا خلفك وتتدبر الاستغفار، والله ستجد ثمار الاستغفار حتى لو أنت استغفرت 100 مرة فقط. ومعايا النهاردة قصة جديدة جميلة جدا، جرعة أمل وتفاؤل لكل مهموم ومكروب. ولا تنسوا وضع لايك وتعليق بذكر الله، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وحسناتي، والدال على الخير كفاعله بفضل الله. معايا القصة النهاردة بتحكي صاحبة القصة: السلام عليكم ورحمة الله. أنا أختكم عشت أيام صعبة جدا لم أكن أتخيلها. منذ حوالي عام انقلبت حياتنا رأسا على عقب بعد ما انفصل زوجي من عمله، وفجأة وجدنا أنفسنا بلا أي مصدر دخل، ودخلنا في دوامة الهم والضيق لا يعلمها إلا الله. وفي يوم بالصدفة سمعت فيديوهات عن فضل الاستغفار وسورة البقرة، وبدأت أقرأ سورة البقرة يوميا وألتزم في الاستغفار بآلاف المرات في اليوم الواحد. في البداية بدأت أرى منامات مزعجة ومفزعة جدا، لكني لم أتوقف. علمت إنها حرب مع النفس والشيطان، فزادت عزيمتي وحاربت تلك المخاوف بالاستمرار في الطاعات والذكر. ثم بدأت المعجزات تتوالى. الأولى: رأيت في منامي رؤيا واضحة كشفت لي منام من قام بسحري، ورأيت المرأة التي سحرتني في المنام وهي تطلب مني العفو، لكني رفضت ان انا اسامحها بسبب الأذى اللي انا شفته منها. وبعد شهور من ملازمة الاستغفار تواصلت معي صديقة لي بشكل مفاجئ تطلب زوجي للعمل في وظيفة، وبالفعل وبفضل الله وجد زوجي عملا بعد طول انتظار. بعد ذلك حصل لي مفاجأة كبرى كانت في السكن. بعد أسبوعين فقط من عمل زوجي تم قبولي في برنامج سكن، وهو نظام بيع بالإيجار، وهو أمر كنا نتمناه من فترة بعيدة وكنا بنسعى إليه دايما. ورزقني الله بالمطر، وفي عز الصيف نزل المطر، فشعرت إنها بشرى وبركة خاصة لي. وأنا الآن متزوجة منذ عامين، وبالرغم من كل ما تحقق ما زلت طامعة في كرم الله أن يرزقني الذرية الصالحة، وأنا مستمرة في رحلة الاستغفار. لقد تغيرت نفسيتي تماما، فاعتزلت الناس وكرست وقتي للاستغفار. وجدت سكينة وراحة بال لم أذقها طوال حياتي. أقول لكل من سيقرأ كلامي أو سيسمع قصتي: لا تستهينوا بالاستغفار، فهو المفتاح الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة. ومعانا قصة جديدة. يقول صاحب القصة: بتبدأ قصتي مع الاستغفار من 5 سنوات. حياتي كانت عبارة عن فقر، لا يوجد أي أموال، ومن كتر الهموم مش بقدر إن أنا أنام الليل، وغير المشاكل والديون كنت بعيدة عن ربنا. وصل بيا الحال إني أجلس مكاني بالساعات دون أي كلام أو نوم، واستمر الحال إلى 5 سنوات، وأصبحت مديون وأصحاب الدين بيطلبوا فلوسهم، وأنا لا عارف أسد ولا عارف إن أنا أشتغل. وبدأت إن أنا أصلي في بعض الأوقات وأدعي الله وأبكي لتفريج الهم، وأنا لا أعرف الصلاة ولا الوضوء، الطريقة الصحيحة يعني للصلاة والوضوء، ولكن كنت بحس ببعض الراحة. وفي يوم بدأت إن أنا أمسك المصحف وأقرأ فيه، ووقعت عيني على آية من كتاب الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
ومن هذه اللحظة بدأت أبحث عن الطريقة الصحيحة للوضوء والصلاة، والحمد لله بدأت أصلي كل ما أشعر بالضيق الشديد. حياتي بدأت تتغير وقرأت القرآن، وفي يوم من الأيام وأنا أقرأ القرآن قرأت آية غيرت حياتي تماما، وهي قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بدأت أفكر في كلام الآية وبدأت أستغفر طول الليل، وصدق الله ورسوله. حياتي تغيرت ونسيت كل الهموم والمشاكل والديون اللي أنا مريت بيها. بعد أشهر قليلة رأيت من ثمار الاستغفار والصلاة ما جعل حياتي تغيرت، وجالي 5 وظائف كلها من أعظم الوظائف، ولكن كنت طبعا مصمم على وظيفة أفضل، وفضل الله وبالفعل حصلت عليها والحمد لله رب العالمين. الأموال تأتي من كل مكان وأنا مستمرة على الصلاة والاستغفار. فما شاء الله كل القصص اللي احنا بنسمعها بتدينا طاقة إيجابية جدا للاستغفار والصلاة على النبي. واحنا دلوقتي في شهر رمضان، يعني كل حاجة معانا مضاعفة. يعني لو قريت في كتاب القرآن الكريم كل حرف مضاعف الحسنات بتاعته. لو انت استغفرت ربنا او انت استغفرتي ربنا وانت قاعدة كده وقت الفراغ بتاعك هتستغفري ربنا بأعداد كبيرة جدا. طب تخيلي بقى لو انت بتستغفري ربنا طول الوقت، حتى لو انت في المطبخ بتعملي شغل بيتك، حتى لو انت في اي مكان في عمل في اي مكان، خليكي ملتزمة في الاستغفار والصلاة على النبي. صدقوني احنا في شهر كريم. وبعتذر عن صوتي لان طبعا احنا في النهار رمضان وصايمين، فهتلاقوا صوتي طبعا متغير شوية، فبعتذر جدا جدا. وكمان على الدوشة اللي انا حواليا في كل مكان. بحاول اسجل لكم الفيديو ده بسرعة جدا علشان الحق ان انا انشره على القناة. بجد انا عاوزة يعني كل حد بيسمعني التزموا الاستغفار والصلاة على النبي رغم كل الظروف. حتى لو عندك فتور من العبادة، حتى لو عندك كسل، يعني في بعض مننا بيجيله كسل رهيب في رمضان، مع ان يعني الدنيا بتبقى متاحة، كل الناس صايمة وكل الناس بتستغفر ربنا وكل الناس بتعبد ربنا، لكن في بعض الناس بنشوفها برضو عندها فتور من العبادات حتى في رمضان. يعني الصراحة أنا مستغربة الموضوع ده جدا، بس احنا نحاول نعين بعض. النهاردة كل واحد بيسمعني أو كل حد بيسمعني نصيحتي من خلال الفيديو: التزم الاستغفار، التزمي الصلاة على النبي، هتغيري حياتك. التزمي بالمصحف، لازم نختم ختمة و2 و3، كل واحد حسب ظروفه. وفي نهاية الفيديو ما ننساش ان احنا نسيب تعليق بذكر الله ونحط اللايك علشان غيرنا يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.